أبطال هذه المؤامرة للأسف أحد الدول الخليجية وأدواتها في الكويت. واضح يعني بدون شك، يعني حاولنا أن نقول لازلنا أخوان ولازلنا أهل ولازلنا حريصين على بعض، لكن كل المؤشرات تقول هناك فعلا. ما أدري أنا شنو السبب اللي مخلي هذه الدولة الخليجية تحمل هذا العداء لهذا البلد. يعني بمجرد ما أدري إعلان سمو الأمير أن الكويت راح تكون مركز تجاري، خلى هذه الدولة تستنفر علينا هاي الاستنفار وتبذل هذه الأموال وتبذل هذه الجهود وهذا الإعلام من أجل ضرب الكويت. أنا ماني عارف. واضح أن البعض قاعد يستغل استغلال كبير، بعضهم يدرك ماذا يفعل وبعضهم للأسف ما يدرك. والسواد الأعظم من هذول اللي خرجوا ما يدرون شنو الطبخة. بالنسبة لي أنا كمراقب سياسي الآن 20 سنة بالساحة، أعتقد أن هذه الدولة قاعد تلعب دور مو طيب وقاعد تضر الكويت بشكل كبير. وأتمنى أنه يصير وعي عند الإخوان اللي قاعد ينزلون بالشارع، لا ينقادون لهذه اللعبة القذرة اللي قاعد تلعبها هذه الدولة الخليجية. مؤامرة حقيقية يعني على الكويت. الحين لماذا للكويت؟ أنا أعتقد، فكرت كثير، أعتقد أن منافسة تجارية ما يبون. يعني الكويت لما عرض سمو الأمير أن تكون مركز تجاري، هذا ما راق للبعض، يريد كل شيء لنفسه، وهذه المنافسة وهذا الحسد اللي قاعد يشتغل. وللأسف البعض أدوات وحاولون يغطون راسهم، يتكلمون عن القبيضة وهم أكثر من قبضة من هذه الدولة الخليجية بالأوراق والمستندات. وشفتوا واحد منهم لعلع فترة والآن ما له صوت بالساحة، لأن طلعت أوراقه وانتشرت على الإعلام وانكشف المغطى والمستور.